ما بصيتش الا الواحده بس، كانت حلوه قوي 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 يعني. وهتعدم؟ وهتعدم. صعبت عليك؟ لا ما صعبتش عليا. امال انت امال ليه بتقول حلو قوي قوي قوي؟ ما انا بقول لحضرتك انت القضيه انت عارفها برضو وافكرك بيها حضرتك. القضيه بتاعت منيا القمح بتاع دعاء سمير، قضية من القضايا التي هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه. عند سماع أحداثها ستشعر بالاندهاش والصدمة، لأنه ولأول مرة في تاريخ جرائم الخيانة الزوجية والقتل البشعة يتغزل منفذ حكم الإعدام في القاتل. قصة جريمة حقيقية حدثت في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية. دعاء سمير زوجة مصرية تسكن في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية، وهي واحدة من أجمل فتيات محافظة الشرقية، وبسبب جمالها كان هناك كثير من الشبان يسعون للتقرب منها والتعرف عليها. وإلى جانب ذلك الجمال فإنها كانت تنحدر من عائلة غنية جدا، وخلال فترة دراستها في الجامعة كانت على علاقة بشاب من نفس المنطقة، ولكنه كان ذا دخل مادي بسيط، وبسبب حالته الاجتماعية والمادية رفض أهل دعاء سمير هذا الشاب عندما تقدم لخطبتها. وبعد هذا الرفض سافر الشاب ليعمل خارج جمهورية مصر العربية. وبعد أن تخرجت دعاء من الجامعة تقدم لخطبتها مهندس ثري من أهالي منيا القمح، وكانت عائلته تمتلك مصانع وشركات كثيرة ويعمل لديهم عدد كبير من أبناء المنطقة. وكان هذا المهندس سعيدا جدا بقرب زواجه من دعاء التي كان يطلق عليها لقب ملكة جمال الشرقية أو برنسيسة الشرقية. وبعد أن وافق أهلها على هذه الزيجة عاشت في بيت خاص أعده لها زوجها ووفر فيه كل أنواع رفاهية الحياة. وخلال فترة الزواج رزق بفتاة جميلة تشبهها بشكل كبير، ودامت الحياة بينهما مستقرة لمدة 2 وبعد مضي تلك 2 تبدل كل شيء في حياة دعاء سمير. ففي أحد الأيام وأثناء مشيها بالصدفة في أحد شوارع المدينة لقيت الشاب الذي كانت على علاقة به أيام الجامعة، وعلمت منه أنه قد عاد من السفر ليستقر في مصر بعد أن لم يتحمل الغربة، وأيضا لأنه لم يستطع تكوين مبلغ مالي يساعده في بناء حياته. وبعد أن تحدثا معا قليلا أعطته رقم هاتفها، ومنذ تلك اللحظة بدأت علاقة جديدة بينهما. فبالرغم من أن تصرفها كان خاطئا إلا أنها عادت إلى المنزل وهي فرحة بلقائه، وبدأت تفكر فيه بشكل دائم، وكذلك كان هو يفكر فيها. فبدأ في التواصل عبر الهاتف، وتطورت المحادثات بينهما من كلام عادي إلى اعتراف بالحب. وبتطور العلاقة بينهما بدأ الشاب يزور دعاء في بيتها، ولكن الزيارات كانت على فترات متباعدة خوفا من أن يفضح أمرهما. ومع مرور الوقت بدأت دعاء تخشى أن يكتشف زوجها أمر العلاقة، فبدأت تفكر في خطة تظهر العلاقة بينها وبين هذا الشاب على أنها عادية، وتعتمد في ذلك على معرفتها بأنه يحبها جدا ولن يرفض لها طلبا. فطلبت من زوجها أن يوظف هذا الشاب في إحدى شركاته، وأخبرته أنه أخو إحدى صديقاتها وأن ظروفه المالية صعبة، وهو خريج جامعة ومتعلم تعليما جيدا. ولكن الزوج رفض في البداية بحجة أن عدد العاملين لديه كبير جدا، وأنه سيفكر في تشغيله إذا توفرت فرصة مناسبة. إلا أنها أصرت على طلبها، وأكثرت من الحديث عن مهارات الشاب وأنه يمكن أن يساعده كمساعد شخصي له. وبعد نقاش قصير وافق الزوج على تشغيله، وللأسف فقد بدأ الشاب يعمل معه في كل تفاصيل العمل، وأصبح قريبا جدا منه ويؤدي كافة المهام التي تزيد من ثقة الزوج فيه. وبلغ الأمر أن أصبح يدخل بيت الزوج ليجلس معه للنقاش في أمور العمل،
وكل ذلك والزوج لا يعلم أن من يجلس أمامه هو عشيق زوجته. وبعد نجاح المرحلة الأولى من الخطة انتقل إلى المرحلة الثانية، فقام بشراء منوم، وكلما كان الزوج يعود من العمل تضع دعاء له المنوم في الطعام أو العصير، وما أن يتناول ما قدم له حتى يخمد في نوم عميق، فيدخل عشيقها للبيت ويقضي معها اليوم بطريقة طبيعية. ولم يكن أحد من الجيران يشك في شيء، لأن الشاب كان يعتبر مساعدا شخصيا للزوج ويظهر معه في مناسبات كثيرة. واستمرت تلك الحالة فترة طويلة، ومرة بعد مرة بدأ الزوج يستغرب ما يحدث له، ويتساءل كيف يستغرق في النوم بهذه الطريقة الغريبة، وهو ما لم يكن متعودا عليه في السابق، حيث كان يعود من عمله بشكل طبيعي، وكان يتناول الطعام ويشرب العصير، ثم يشاهد التلفاز لفترة من الوقت، لأنه كان يحب السهر ليلا بعد انتهاء عمله، ولأنه أيضا بدأ يشكو من صداع كبير يشعر به في رأسه، فبدأ يتكلم مع زوجته عما يحدث له، وأنه ينوي الذهاب إلى الطبيب للكشف وإجراء بعض الكشوفات لمعرفة أسباب ما يحدث له مؤخرا. وبدأت الزوجة بتهدئة الزوج ومحاولة إقناعه بعدم الذهاب إلى الطبيب، وكانت خائفة أن يكتشف زوجها الحبوب المنومات التي تضعها له في العصير، لذلك توقفت عدة أيام عن وضع أي شيء له، وتكلمت مع عشيقها أن يقلل من زياراته لها، بالذات بعد عودة زوجها من العمل، لذلك اتفقا على أن يذهب إليها في الأوقات التي يكون فيها الزوج خارج المنزل أو في العمل. وبالفعل بدأ بالذهاب إليها في تلك الأوقات، وكان يقضيان معا أوقاتا مليئة بالتوتر وعدم الراحة، فقد خاف أن يأتي الزوج في أي لحظة ولأي سبب ويكتشف ما يحدث. وقد كان الطمع والجشع والسرقة أيضا من ضمن ما فكر به عشيقها، فكان يفكر في سرقة كل شيء من الزوج، وليست الزوجة الخائنة وحسب، بل كان يريد أن يأخذ أمواله وشركاته، وكان يفكر في داخله في أنه لو تم التخلص من الزوج بشكل نهائي فسوف تحصل زوجته على أموال كثيرة، ومن ثم يتزوجان ويعيشان حياتهما بهذه الأموال. وفي وسط كل هذه الجرائم البشعة بدأ الشك يدب في رأس الزوج بالفعل، لأنه وبالفعل لاحظ أمورا كثيرة تحدث من خلف ظهره، وقد أخبره أحد الأشخاص القريبين منه أن هناك رجلا يأتي إلى المنزل كثيرا، لذلك بدأ الزوج في تتبع ما يحدث، وبدأ في متابعة زوجته. وعندما علمت الزوجة الخائنة ذلك، حتى بدأت دعاء تدرك أن زوجها أصبح يشك في وجود علاقة غير طبيعية بينها وبين هذا الشاب، فبدأ العاشقان يخططان للمرحلة الثالثة والأخيرة، كيف سيتخلصان من الزوج لتصبح العلاقة بينهما شرعية بعد أن يتزوجا. وكانت خطة دعاء أن يقوم بقتل الزوج، وتركز في ذلك على أن زوجها تاجر كبير وله أعداء كثر في السوق، وبحكم أن عائلتها كبيرة ومعروفة في محافظة الشرقية ومينيا القمح، فإنه من الصعب أن تشك الشرطة فيها، فاتفقا على كل التفاصيل وأعدا كافة الأدوات اللازمة لتنفيذ الجريمة، وحدد حتى اليوم الذي سيقدمان فيه على القتل. في ليلة مشؤومة انتظرت دعاء سمير عودة زوجها إلى المنزل، وما أن وصل حتى قدمت له عصير المانجا، وقد وضعت فيه كمية أكبر من المنوم، وبعد أن تناول العصير دخل في نوم عميق على الفور. انتظرت دعاء حتى دخلت ابنتها الصغيرة في نوم عميق هي الأخرى، ثم بلغت عشيقها ليصعد إليها في المنزل، وكان أول ما فعله هو أن سحب الزوج النائم إلى الحمام، وبعد ذلك قام بقتله، ثم قطعاه إلى أجزاء عدة، ووضع هذه الأجزاء في عدة كراتين وأكياس بلاستيكية. وفي الليل
قام بتوزيع تلك الأجزاء في أماكن متفرقة سرا، ثم عادت دعاء إلى المنزل ونامت كأن شيئا لم يكن، ونزل عشيقها وغادر. في صباح اليوم التالي وبصورة مفاجئة وجد أهالي المنطقة أجزاء بشرية متناثرات في أكثر من مكان، فتوجهوا على الفور إلى بيت دعاء ليخبروها، وتظاهرت بالانهيار التام. ثم تم إبلاغ رجال الأمن، وبحضور الجهات الأمنية سئلت عن من تشير إليه بالشبهة، فأجابت أن زوجها كان مهندسا وتاجرا كبيرا، وله عدد كبير من الخصوم في السوق، وربما أحد أولئك الخصوم قام بهذا الفعل. بدأت التحقيقات وتم إرسال الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد ما حدث بدقة. وبسبب مكانة دعاء وزوجها في المجتمع، تحولت القضية بسرعة إلى قضية رأي عام في منيا القمح ومحافظة الشرقية. وبمصادفة رأى أحد رجال الأمن ابنة دعاء الصغيرة جالسة وحدها، فاقترب منها وبدأ يحادثها بطريقة لطيفة وسألها: متى كانت آخر مرة رأيت فيها والدك؟ ومن كان معكم في البيت؟ فأجابت الطفلة ببراءة أن هناك شاب هو المساعد الشخصي لوالدها، كان يأتي كثيرا إلى البيت، وأحيانا كان يزور والدتها وحدها في غياب والدها. شعر رجل الأمن أن هذا الحديث قد يكون مفتاحا لحل القضية، فبدأ في جمع معلومات عن الشاب وإجراء التحريات، وما لبث أن اكتشف أن هذا الشاب كان على علاقة بدعاء منذ أيام الجامعة، وأنه بعد ذلك عمل مع زوجها، وأن الكثير ممن حول الزوج كانوا يعلمون أنه لا يعرف شيئا عن تاريخ العلاقة بينهما. قامت السلطات باستدعاء هذا الشاب وبدأت التحقيق معه. في البداية أنكر كل شيء، ولكن عندما أخبر بأن دعاء سمير قد اعترفت عليه، أصابه الهلع وخشي أن يتحمل المسؤولية وحده، فاعترف بكل ما جرى. وجاءت كافة اعترافاته مطابقة لتقارير الطب الشرعي، خصوصا فيما يتعلق بالأدوات التي تم استخدامها في تقطيع الجثة، وبذلك تم إلقاء القبض على دعاء سمير. وعندما علم أهالي المنطقة بما جرى، تجمهروا حول مركز الشرطة محاولين الوصول إليها للانتقام منها، خصوصا لأنهم كانوا يكنون كثيرا من المحبة للمهندس الزوج الذي اشتهر بطيبته، وبأنه كان يوظف كثيرا من أبناء المنطقة. اعترفت دعاء سمير بكل شيء، وصدر الحكم عليها بالإعدام. ولما جاء وقت تنفيذ الحكم، قال عشماوي وهو أشهر منفذ لحكم الإعدام في مصر: إنه تأثر جدا بقضية دعاء سمير، خصوصا لما رآه من جمالها، وقال إنه أسف أن ترتكب امرأة بهذا الجمال جريمة بهذه الشناعة.